السلام عليكم. لما اتكلمت قبل كده وقلت لك ان اكبر مشكلة عند نادي الزمالك هي الادارة بتاعته، انا كنت بتكلم كلام صحيح وكنت عارف انا بقول ايه. مشكلة الزمالك الازلية في اكتر سنين عمره موجود في الدوري مش في اللعيبة بتكون عنده، لكن بتكون في كادر الادارة اللي بيفتقد الامكانيات المهارية اللازمة لادارة نادي بحجم الزمالك. وشفنا قبل كده تصريحات خرافية وتصريحات عنترية وتصريحات كارثية من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي هو مشرف على فريق الكرة في نادي الزمالك، والقرارات العشوائية اللي أخذها مجلس إدارة نادي الزمالك على مدار أكتر من مجلس، مش بس المجلس الحالي ولكن في المجالس السابقة. وكنا متوقعين المجلس الحالي يكون عنده الجديد ويقدر يكون عنده كفاءة لإدارة نادي الزمالك، لكن الحقيقة اللي حصل غير ما احنا توقعنا تماما. قبل كده اتكلمنا على كوارث وقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أدت لانسحابه من مباراة الأهلي وخساره 6 نقط، وكمان ابتعاده بشكل رسمي عن المنافسة وخسارة كتير من الغرامات والتعويضات اللي هتوقع عليه بعد انسحابه من مباراة الأهلي. في عضو مجلس إدارة اسمه محمد طارق، أنا معرفوش بصراحة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لكن كل مرة مجلس إدارة نادي الزمالك بيتحفنا كده بعضو جديد بيدينا بعض التصريحات المهمة. محمد طارق ده طلع مع إبراهيم فايق. هو إبراهيم فايق جايبه عشان بيسأله، بيقول له دلوقتي بالنسبة لضعف الإقبال الجماهيري اللي حصل في مباراة سيراميكا، لأن طبعا معظم جماهير الزمالك ومن حقها زعلانة من الموقف اللي أخده الزمالك من إن هو أول حاجة انسحب، والجماهير معظمها أيدته في قرار انسحاب قدام النادي الأهلي، وكان بيتكلم بصفة عامة لأنه بينسحب من مباريات الدور الثاني أو مباريات الدوري كلها لحد تحقيق 4 مطالب هو طلبها. المشكلة إن مفيش ولا مطلب تحقق، وبعدين بدأ يلعب تاني مباراة سيراميكا ورجع للدوري. يعني إذا أنت كنت منسحب من مباراة الأهلي فقط. فمعظم جماهير الزمالك، وانا بقى عارف بقول ايه، وانا ليا جماهير زملكاويه اصحابي زعلانين جدا جدا من موقف نادي الزمالك او مجلس الاداره، وبالتالي كان في عزوف عن حضور مباراه سيراميكا كليوباترا، وده كان واضح جدا جدا في النقل مباراه سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك. فهو بيساله عن الكلام ده، فبيقول له ان الدوري ما فيهوش عداله، و ثروت سبيل قاعد بيتكلم بيقلل من قيمة نادي الزمالك. كل ده مفيش منه مشكلة، لكن بيقول وبعدين نادي بيراميدز من حقه ياخد الدوري، ونادي كبير وبيحطوا له معوقات عشان ما ياخدش الدوري، وايه المشكلة ان بيراميدز ياخد الدوري؟ فابراهيم فايق رد قال له انت المفروض عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وانت تطلع تتكلم عن مشاكل الزمالك، فمش عايز الناس تقول ان انت طالع تتكلم عن بيراميدز وعايز بتدعم بيراميدز ياخد الدوري في مواجهة الاهلي. المفروض ان انت جاي تتكلم عن نادي الزمالك وانت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وتتكلم عن المشاكل اللي فيها نادي الزمالك والمعوقات، ولا انت ابراهيم فايق اللي بيقول له ولا انت بتدعموا بيراميدز عشان ما اصبحش ليكوا اي فرصة في المنافسة على الدوري هذا العام؟ يعني كلام الحقيقة في مقتل. ده اول تصريح غريب جدا من واحد اسمه محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. بعدين بيقول كلام غريب جدا، بيقول ان الاهلي من مصلحته ان الزمالك ما لعبش مباراة الزمالك. الاهلي من مصلحته انه ما يلعبش مباراة الزمالك، وكان الاهلي كان بيضغط عشان مباراة الزمالك ما تتلعبش. يعني الحقيقة انا مستغرب الناس دي بتتكلم ازاي. يعني بيقول له طب بيضغط ليه؟ بيقول له عشان الاهلي ما كانش عايز يلعب مباراة الزمالك. الاهلي ابراهيم فايق قال له اول حاجة انت ما تعرفش ان الاهلي خسر من الرعاة وخسر من عدم لعب المباراة وخسر من الحكام اللي جابهم مدافع 70,000 يورو منهم 35,000 يورو لمباراة الزمالك. قال له انت ما تعرفش الكلام ده؟ يعني الاهلي خسران وبيطالب بتعويضات انه ما لعبش المباراة، يبقى على اي اساس بتقول ان الاهلي كان بيضغط عشان المباراة ما تلعبش؟ وبعدين هو الاهلي طرف في المباراة؟ برضو الكلام اللي انا بقول لكم ده كلام ابراهيم فايق وهو بيرد عليه. الاهلي ما كانش طرف في المباراة، الاهلي ما قالكوش انسحبوا وما قالكوش انسحبوا مباراة وما قالكوش ارجعوا تاني العبوا مباراة سيراميكا. يعني الاهلي ما كانش ليه علاقة بالموضوع، وانتوا كمجلس ادارة اعضاء قلتوا ان الاهلي ملوش طرف في الموضوع على لسان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يبقى ازاي دلوقتي جاي تدخل الاهلي طرف في الموضوع وتدخل بيراميدز كمان طرف
في الموضوع بتاع الانسحاب بتاع اي كلام واي هلفطه. ثانيا، كل الكلام اللي قاله سيد عبد الحفيظ بتاع الاهلي جامد ومش جامد مسمع شويه مع الزملكاويه. عشان كده برضه بيتكلم على موضوع ان سيد عبد الحفيظ بيقول ان الاهلي جامد، والاهلي جامد ببطولاته، جامد بامكانياته، جامد بجماهيريته، جامد بمواقفه القانونيه الصحيحه. فهو بيقول انت جامد، انا اعمل ازاي انا ما عنديش الامكانيات. ما عندكش الامكانيات ولا انت ما عندكش مهاره الاداره ان انت تكون جامد زي الاهلي؟ ما عندكش الحق القانوني انك تكون جامد زي الاهلي، انك ما بتاخدش موقف قانوني على صح، ما بتاخدش القرار الصح، وبالتالي كل الناس تدعمك فيه. والموقف الوحيد اللي انتوا قلتوا عايزين الدوري يتغير وعايزين وكانت في نسبة على فكرة كتير مأيداكم، رجعتوا في كلامكم زي العيال وكملتوا مباراة سيراميكا، واتضح ان انتوا كنتوا بتتكلموا على ماتش الاهلي فقط. وكمان انتوا عندكم مشكلة في الديون والرخصة الافريقية، وعشان كده اخدتوا الموقف ده بتضغطوا على اتحاد الكرة انه يديكم الرخصة رغم المديونيات الكتيرة اللي عليكم بالمخالفة للوائح والقوانين. طيب لسه الكلام فيه كتير جدا، وكلام يدل على ضحل الثقافة الكروية عندهم. تعالوا نسمع بقية الكلام. عضو مجلس الإدارة نادي الزمالك محمد طارق اللي هو كان مسؤول عن الألترس على ما أعتقد بيقول إن المنافسة الأفريقية ضعيفة جدا جدا، وإن الفرق الأفريقية فرق ضعيفة جدا في البطولة الكونفدرالية. تخيل الهبل، شفت الهبل اللي بيقوله. فابراهيم فايق بيقول له يعني انت كده بتقلل من قيمة البطولة اللي انتوا حققتوها، وان انتوا كسبتوا الكونفدرالية، فمعنى ذلك ان البطولة دي كانت بطولة قليلة وما كانتش لها قيمة كبيرة. قال لا انا ما اقصدش بس النسخة دي. كلام فاضي 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 فاضي. وبعدين طالع يتكلم عن اقالة، ان هم عرضوا اقالة استاذ الحاج عامر حسين من عضو من لجنة المسابقات، وهو الراجل عنده خبرة كبيرة جدا جدا في تسكين ووضع مباريات جدول الدوري. هو انت مشكلتك مع عامر حسين ولا مشكلتك ان انت نفسك خارج المنافسة؟ مشكلتك في الادارة؟ هل القرارات اللي فاتت كلها كان سببها عامر حسين؟ وبعدين انت بتتكلم على الدوري السعودي. الدوري السعودي لو انت مش فاهم، وهو منتظم عشان بيشارك في البطولة اندية اسيا، بطولة دوري ابطال اسيا، يبقى انت مش عارف نظام بطولة دوري ابطال اسيا. مفيش اي معوقات لان فرق اسيا كبيرة جدا، فبيلعب غرب اسيا مع بعضه غير جنوب وشرق اسيا مع بعضه، وبعدين في النهاية ما بيلتقوش الا في المباريات النهائية او الادوار النهائية. لو انت ما انتش فاهم وما انتش عارف، ما يكونش الاهلي عنده ماتش يوم 14 وتحط له مباراة في الدوري يوم 15، يعني يكون عنده مباراة في البطولة الافريقية 14 وتحط له مباراة في الدوري يوم 15. طيب هو دلوقتي الاهلي هيلعب وهو جاي في الطياره يعني مثلا، ولا هيلعب امتى؟ طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، دلوقتي البطوله الافريقيه مبارياتها ما بتتحطش كلها كجدول من الدور التمهيدي للنهائي، لا بتحط دور بدور، يعني بتتسكن مباريات البطوله الافريقيه دور بدور. وبالتالي الدوري المصري اللي هو بيكون بدأ ما بيبقاش عارف المواعيد النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا او البطوله الكونفدراليه، وبالتالي بيأجل الماتشات اعتبارا من الادوار لما تظهر مواعيد مباريات البطوله الافريقيه هم مش عارفها، فلا تتعارض منهم مع مباريات في الدوري، بيضطر يأجل مباريات الدوري. طيب دي نقطه. النقطه الاخيره بقى اللي انا عايز اتكلم فيها، بس هي نقطه مهمه جدا جدا. هو دلوقتي بيتكلم على ان جماهير نادي بيراميدز جماهير كبيره وعريضه وتملأ جنبات مصر. هو انت مالك شارب حاجه؟ جماهير بيراميدز ملهوش جماهير. احنا كلنا عارفين ان الجماعه دول واخدين وجبه ومبلغ مالي معين وحاضرين، والكاميرات لما صورت بيراميدز كان نصهم جماهير زملكاويه، يعني حتى العدد البسيط، ونصهم لابسين تيشيرت الزمالك ونصهم جماهير زملكاويه ومعروفين بالاسم. فنتمنى ان يكون في عضو في مجلس اداره نادي الزمالك مستقبلا، لان بصراحه المجلس الحالي ما توسمناش فيه خير خالص. نرجو بعد كده ان يكون في تدقيق في اختيار اعضاء جماهير مجلس اداره نادي الزمالك او اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، لان بصراحه الزمالك عنده مشكله اولى واخيره في الاداره.